السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أكدت مصادر مسؤولة في تصريحات لهيسبورت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتابع ملف اللاعب المغربي لامين يامال منذ فترة، في أفق توجيه الدعوة له لحمل قميص المنتخب المغربي مستقبلا. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجامعة وإدارتها التقنية فضلا عن مندوبها بإسبانيا يتابعون ملف يامال عن كثب. كما أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سبق والتقى باللاعب ومقربيه لجس النبض حول مدى حماسه للدفاع عن قميص أسود الأطلس. المصادر ذاتها أكدت أن يامال لم يحسم بعد في اختياره، رغم أنه يميل أكثر لجذوره المغربية في انتظار تطورات الملف، خصوصا في ظل الضغط الذي يمارسه الإعلام الإسباني على اللاعب في الفترة الأخيرة بالترويج لكونه اختار تمثيل المنتخب الإسباني. جدير بالذكر أن لامين يامال 16 عام، من أب مغربي وأم غينية، هو أصغر لاعب يحمل قميص نادي برشلونة الإسباني، وسبق له أن خاض مباريات مع الفئات السنية لمنتخب لاروخا الإسباني، علما أنه يستطيع تمثيل المنتخب المغربي في حال اختيار تغيير جنسيته الرياضية. إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا بلايك.